دي لقطه. يلا يا استاذ صوت. ماشي. النهارده هنتكلم عن نبذه مختصره عن حضاراتنا المصريه القديمه، وهنعمل مسرحيه بسيطه كده هنعرف فيها تعريفات مبسطه. النهارده هنتكلم عن الحضاره المصريه القديمه. دي في الصف الرابع في كفر مات الحروب. هنبدا باول حاجه اثارنا العظيمه. ما هما الاثار؟ كل ما تلقاه لنا أجدادنا القدماء ويعبر عن حياتهم. تمام. يبقى الطالب ده عرفنا هي ايه الاثار؟ هي عباره عن كل ما تركه لنا اجدادنا من مظاهر حياتيه وعبر عن حياتهم. يعني ابو الهول حضاره، الجبال الاهرامات حضاره، كل ما يعبر عن حياتهم حضاره مصريه. تمام. نتكلم بقى عن فتره ثانيه، العصور ما قبل التاريخ. ما هي العصور ما قبل التاريخ؟ هي الفترة الزمنية التي عاش فيها الإنسان قبل معرفته. ايوه. في حد فاصل يا ولاد، معرفة الإنسان الكتابة وقبل معرفة الإنسان الكتابة. زميلكم عرفناه عن عصور ما قبل التاريخ قبل ما يعرف الكتابة الهيروغليفية. تمام. نيجي ننتقل لفترة زمنية أخرى وهي العصور التاريخية. اتفضل. هي الفترة الزمنية التي عاش فيها الإنسان بعد معرفة الكتابة. بعد معرفة الكتابة. برافو عليك. تمام. نيجي ننتقل لعصر آخر بقى وهو اكتشاف المعادن. عصر المعادن. من عصر المعادن؟ اكتشف فيها المعادن وتنقسم الى عصر النحاس وعصر الحديد. برافو عليك. عصر النحاس وعصر الحديد. يبقى عصر النحاس اللي جه الاول وبعد كده الحديد. وكان الانسان يستخدم ادواته من النحاس والحديد على حسب عصر. نيجي لفتره اخرى وهي كل الحاجات دي لازم تتسجل بالكتابه الهيروغليفيه. ما هي الكتابه الهيروغليفيه؟ هي كتابة اكتشفها الإنسان وكانت بشكل صور. برافو عليك. ما كانتش حروف هجائيه، كانت عباره عن رسوم وصور. الكتابه الهيروغليفيه. وانا قلت لكم قبل كده اكتب اسمك بالكتابه الهيروغليفيه، عباره عن صور ورسوم. نيجي بقى على اخر نقطه مبسطه معانا، اهميه الكتابه اللي زميلكم قالت عليها الهيروغليفيه. هي كتابة ساعدت المصريين القدماء في تسجيل أحداثهم وأخبارهم وتسجيل ما وصلوا إليه من تقدم في الطب والعلوم والهندسة والفن. برافو عليك يا فاطمه. يبقى فاطمه قالت لنا الخلاصه اللي اهميه الكتابه الهيروغليفيه تسجيل احداثهم. اي حاجه بيدونوها